السلام عليكم مشاهدي. اليوم جبت لكم، شايفين ده الشمر ده بيشبه، شفتوا اليانسون شكله كده وزي الكمون، لكن ده مختلف، اسمه الشمر. فوائده مختلفة جدا جدا وما شاء الله، يعني بجد لما تقروا الفوائد عنه بتلقوا انه المفروض تستخدموه. بيستخدموه كتير من يعني في استخدامات الكريمات، الادوية، يعني في حاجات كتيرة فيها الشمر بيدخل. تمام، خلينا في المهم. الناس اللي بيكون عندهم نزلات برد، مش مرتاحين، ما قادرين ينوموا كويس، فيهم يشربوا ده وينوموا على كده. تمام، بيديكم شنو؟ بيدي راحة للجسم، يعني ريلاكس. ده هنا لما يكون اخضر هو ده نفسه. تمام، معلش انا جبتها يعني، لكن حبيت انه شنو ما اوريكم. ده هو الناشف، دي البذور حقته، وده لما الشجرة تكون قايمة. تمام، شايفينه؟ المهم، ده فيكن تعملوه سلطة بتقرمش حلو جدا جدا، وفيكن يعني تدوه تحميصة شوية كده بملعقة زيت في الطوة وتاكلوه، وفيكن تطبخوا بيه وتحطوه في الشوربة. يعني جميل، حلو 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 جدا جدا. عنده فوائد وفيتامينات حلوة جدا جدا، بتساعد جسدنا لشنو؟ انه ينمو في يعني نمو صحي ومختلف. ده على فكرة بيساعدنا في التخسيس كمان، احنا لما احنا عايزين نضعف بيساعدنا جدا جدا، بالذات الاخضر ده. يعني عرفتوا ازاي؟ ان احنا لما ناكله مع السلطه وكده بجد بيساعدنا، وفيه نكهه رهيبه جميله جدا جدا، تفتح الشهيه. عرفتوا يعني؟ لما انت تشمها كده بتستقبلها، بتكون شنو؟ قابله، مش يعني مش مقبوله، لا مقبوله جدا جدا. تمام، بجد انا يعني عشان شفت الفوائد حقته واستخدمته، حسيت انه فادني كتير، قلت اشارككم بيه. اذا عجبكم الفيديو شاركوه مع الاخرين، وكمان يعني لو حبيتوا يعني معلومات اخرى اكتبوا لي تحت، او ادخلوا النت حتلقوا ناس شارحينه بشنو، بطريقة يعني فيها ايضاح اكتر لشنو، عشان انتوا تستفيدوا اكتر. تمام، بشكركم لاستماعكم، شاركوا الفيديو مع الاخرين واشتركوا في القناة لكي يصلكم كل جديد. مع تحياتي، عرفة ادم، مع السلامة.